إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات؟ السر اللي محدش كان يتخيله. الأهرامات مش مجرد مقابر ضخمة، دي كانت مشاريع هندسية عبقرية بتقنيات لسه العلماء محتارين فيها. مثلاً، إزاي قدروا يرفعوا أحجار وزنها أطنان لارتفاعات شاهقة من غير أدوات حديثة؟ السر كان في استخدام ممرات منحدرة طويلة وتقنيات بتستغل الجاذبية والفيزياء بطرق متطورة جداً. والأغرب إن فيه أدلة بتقول إن بعض الأحجار ممكن تكون معمولة من نوع خاص من الخرسانة الحجرية، يعني ما تمتش نحتها بالكامل، وده يفسر ليه بعض الأحجار شكلها مختلف عن غيرها. مش بس كده، العلماء لقوا رسومات وأدلة بتقول إن الفراعنة كانوا عباقرة في علم الفلك، وحطوا الأهرامات بزوايا دقيقة بتتطابق مع النجوم، وكأنها كانت جزء من تقويم سماوي. تفتكر ده كان مجرد صدفة ولا سر أعظم من كده؟ لو عايز تعرف كل الأسرار اللي اكتشفها العلماء مؤخراً عن بناء الأهرامات، شوف الحلقة كاملة في الوصف. وما تنساش تعمل اشتراك عشان نوصل ل1000 مشترك ونستمر في تقديم محتوى رهيب زي ده.